السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة إن شاء الله هنعمل السابليه، وهنشوف كده إزاي يطلع معانا ناعم ومقرمش. هنشوف كده الخطوات إن شاء الله مع بعض. لو أول مرة بقى تشوفوني ياريت تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد إن شاء الله. وهنبدأ بقى الخطوات كده مع بعض. معانا كده نص كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما تكونش مجمدة ولا تكون سايحة. هنضربها كده كويس قوي بالمضرب لحد ما يتحول اللون يكون فاتح بالشكل ده. هنضيف نص كوباية سكر بودرة وهنضرب تاني. هنضيف بيضة ومعاها فانيليا. لازم نضرب لحد ما القوام يكون كريمي جدا بالشكل ده، يعني هيبقى حوالي 3 دقايق كده بالمضرب. نوع الدقيق مهم جدا، لازم نختار دقيق مخصوص للكحك والبسكوت. هنضيف كوبايتين بالتدريج، يعني هما بالظبط المقدار ده اخد معايا كوبايتين بس. ضفت الاول كوباية ونص وبعد كده كملت المقدار بالظبط، اخد كوبايتين بالشكل ده. طبعا هنلم العجينة، مش هنعجن، يعني يدوب بس كده دي يختفي بس بالشكل ده. شوفوا العجينة ناعمة جدا وقوامها جميل جدا. هنجيب كده ورقتين زبدة وممكن كيسين برضو، وهنبدأ نفرد العجينة بالشكل ده. واي قطعات عندك بقى باي اشكال، مدور، مربع، على شكل قلوب. اي طريقة تحبي تشكلي بيها مفيش اي مشكلة. وهنبدأ نعمل فتحات كده من النص بالطريقة دي. شوفوا العجينة سهلة جدا وبتخرج بمنتهى السهولة. طبعا هناخد الاشكال اللي احنا عملناها وباقي العجينة بنبدأ برضو نفردها ما بين ورقتين زبدة بالشكل ده لحد ما نخلص كل الكمية. هندخلها بقى فرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي هو العلوي. بياخد حوالي نص ساعة او نص ساعة و5 دقايق كده تقريبا عشان يتحمص يعني كويس، يكون مستوي ومقرمش وفي نفس الوقت يكون ناعم. شو بقى كده عملنا اختبار لواحدة ناعم، يعني ناعم جدا. معانا بقى شوكولاتة بيضة، شوكولاتة بني، هنحطهم كده في كيس صغير ونحطهم في الميكروويف او في حمام مية. وهنبدأ كده نحط القطع السابليه فوق بعض وبينهم مربى. تكون المربى طبعا مش قطع، يعني هي كانت عندي قطع بس انا ضربتها كويس، نعمتها. وبعد كده نشكلها بقى بالطريقة اللي احنا نحبها. ممكن لو عايزة تزودي شوكولاتة شوية ممكن تحطي الشوكولاتة عليها بالكمية اللي تحبيها. بجد حلو قوي وناعم وكمان مقرمش ومتماسك. وصفة بسيطة وسهلة وبمقادير مش مكلفة قوي. يا ريت بقى كده تجربوا وصفة النهاردة. واللي ما اشتركش بقى في قناتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم مني كل جديد. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.